هو الرئيس الجزائري اللي حبوه المغاربة وتألموا لنهايته الحزينة. أول اللي كان غادي يكون المغرب العربي به غير المغرب العربي اللي عليه الحال دابا. هو اللي كانوا كيوصفوه بصديق الملك الراحل الحسن الثاني، وهو الرئيس الجزائري الوحيد اللي كان مع قضية الصحراء المغربية. هو اللي مشى للجزائر هز كفنه من القنيطرة على كتفه، وهو عارف على أنه متوجه لنهايته الحتمية. شكون هو هذا الرئيس اللي حبوه القنيطريين والمغاربة واللي عاش بيناتهم وعاشرهم مدة طويلة؟ ومن عاشر قوما 40 يوما صار منهم، فما بالك لو عاشرهم 30 سنة؟ هو الرئيس الجزائري. وهي مدينة شرق الجزائر. بعد ما انهى التعليم ديالو الابتدائي بالمسيلة غادي يلتحق بوضياف بالإدارة الاستعمارية آنذاك كملحق إداري. وسنة 1942 غادي يلتحق بالجيش الفرنسي كباقي الشباب في منطقة المغرب العربي اللي كانت كتجندهم فرنسا باش يدافعوا عليها في الحرب العالمية الثانية. غادي يدخل بوضياف برتبة عريف، ومن بعد ما غادي يقضي فترة في كيكل غادي يتم النقل ديالو لإيطاليا، وهنا غادي يشارك في المعركة الشهيرة معركة مونتي كاسينو عام 1944. غادي يرجع للجزائر وغادي يكون بوضياف أحد القياديين البارزين في ثورة التحرير، بحيث غادي يترأس اللجنة الثورية للوحدة والعمل. هذه المنظمة هي اللي فجرت ثورة التحرير الجزائرية. غيبقى بوضياف نشيط طيلة فترة الثورة الجزائرية. في هذه الأثناء كانت قاعدة الثورة كتربطهم علاقة قوية مع المغرب، واللي كان مع الإخوان الجزائريين قلبا وقالبا مع قاعدة جيش التحرير والشعب الجزائري من أجل أخذ الاستقلال ديالهم بعد كل ما عانوه من ظلم الاحتلال الفرنسي. غادي يبقى الوصال ما بين قاعدة التحرير الجزائري والمغرب مفتوح طيلة فترة النضال ديالهم. ومن أبرز المحطات اللي طبعات هذا التاريخ هو اختطاف طائرة مغربية واللي كانت كتقل على متنها 5 من أبرز القياديين ديال جبهة التحرير، واللي غيكون على متنها 2 ديال الرؤساء المستقبليين ديال الجزائر، أحمد بن بلة ومحمد بوضياف. بعد ما اجتمعوا في المغرب في دعوة من الملك الراحل محمد الخامس قبل ما يتوجهوا لتونس باش يشاركوا في القمة المغاربية ويدرسوا موضوع حول توسيع النضال باش يكون مشترك وتنسيق من أجل طرد الاستعمار من المغرب العربي. وهما غاديين في الطائرة من المغرب باش يتوجهوا لتونس باش يشاركوا في هذا المؤتمر اللي غادي يناقش هذه الأفكار اللي اتفقوا عليها في المغرب. غادي تعترضهم طائرة فرنسية وغادي تختطفهم من سماء إسبانيا. غادي يحاول ربان الطائرة يرجع للمغرب كيف ما طلبات منه السلطات المغربية تحت قيادة الملك محمد الخامس، ولكن الطائرة الفرنسية كان التهديد ديالها عنيف لربان الطائرة المغربية، وهدوه على أنه إذا ما غيرش المسار ديالو فورا للجزائر غادي يتم إطلاق النار على الطائرة. وهكا غادي يقضي بوضياف أكثر من 6 سنين في سجن بفرنسا رفقة أحمد بن بلة قبل ما يتم إطلاق سراحه في مارس 1962، وهي سنة استقلال الجزائر. فرحة بوضياف بالحرية ما غتكملش، بحيث مباشرة من بعد ما غادي يمسك أحمد بن بلة صديق بوضياف في الكفاح وصديق السجن الحكم ديال الجزائر كأول رئيس للجمهورية الجزائرية. سنة واحدة من بعد غادي يلقي القبض على صديقه محمد بوضياف وغادي يزج به في السجن وغادي يحكم عليه بالإعدام بتهمة التآمر على أمن الدولة. شهور قليلة من بعد غادي يدخلوا المقربين من نظام الحاكم المحمد بوضياف اللي غيشفع عليه السجل ديالو النضالي باش يطلقوا سراحه أخيرا. وهكا غادي يهرب محمد بوضياف من الجزائر بعد ما فهم الرسالة اللي تعطاته، هي أنه غير مرحب به في مستقبل الجزائر اللي ناضل من أجلها، ولا أن حياته فعلا ولات في خطر. غادي ينتقل أولا لباريس ثم سويسرا قبل ما يحط الرحال أخيرا بالمغرب، وبالضبط بمدينة القنيطرة. غادي يعيش وسط القنيطريين اللي رحبوا به وحبوه وولفوه، حيث عارفين على أن هذه الشخصية اللي بيناتهم كان ممكن تكون هي اللي كتحكم جمهورية الجزائر لولا غدر الأصحاب.
غادي يدير مشروع ديال تصنيع الياجور، وغادي ينعزل على الأحداث اللي كتدور داخل الجزائر، ولكن ماشي منقطع تماما عليها. كان كيساير كل الأحداث اللي كتدور في الجزائر من خلال الجرائد والأخبار. وابتداء من سنة 1979 غادي يبدا العد التنازلي لاغتيال محمد بوضياف، بحيث أن الوضع الداخلي للجزائر غيولي كيغلي مع مجيء الشاذلي بن جديد. وأول الغيث كانت قطرة القبائل، بحيث أن أمازيغ الجزائر غادي يعارضوا بزاف في هذيك الفترة سياسة الشاذلي بن جديد، اللي اعتبروها القبائليين سياسة تعريب كتنهجها الحكومة. وغتبدا المواجهة ما بين النشطاء والطلبة ضد الحكومة، هادشي اللي غينتج عليه إضراب عام، هادشي اللي خلى الرئيس الجزائري آنذاك يقوم بتنازلات من أجل إعطاء حقوق أكثر للأمازيغ. وهنا غادي تكون بعض الجماعات الإسلامية بدات كتبان بكثرة في هذيك الفترة، واللي غادي يعتبروا هاد التنازلات ضد القومية الجزائرية وكتهددها. وزيادة على هذا دخلت الجزائر في انحدار اقتصادي خطير، الشيء اللي خلى الشعب الجزائري يمل من سياسة الحزب الواحد، اللي بداو يشوفوا على أنه ما حرز حتى شي تقدم. وبدا الشعب الجزائري كيثور، زادت الأزمة الاقتصادية في وسط الثمانينات، وزادت البطالة، وزادت سياسة التفقير بالرغم من الثروة النفطية الكبيرة ديال الجزائر اللي قادرة تخليه جنة. وزاد الغضب الجزائري على هذه الحكومة اللي شافوها ما حساش بهم. وهكا غادي يبداو انفلاتات ومواجهات كانت دامية، بعد ما غادي يطيحوا أرواح مرة أخرى، ولكن هذه المرة ماشي من المستعمر، وإنما من رصاص الجيش الجزائري والشرطة الجزائرية. ونهار 10 أكتوبر 1988 غتوقع المجزرة، مئات القتلى في الشوارع، آلاف الجرحى، واعتقالات بالجملة والتقسيط. خرجوا للواجهة تيارات إسلامية بقوة كبيرة، وغيسيطروا على أحياء وأماكن معينة، مدعومين بتأييد كبير من الشعب الجزائري، ضاغطين على الحكومة اللي غادي تقوم بإصلاحات كان أبرزها إدخال التعددية الحزبية، الشيء اللي غيخلي الدولة تعترف رسميا بحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واللي غتكون المنافسة ديال الحزب الأقوى في الجزائر، واللي مدعوم من طرف قيادات الجيش. غادي تتقام انتخابات والنتيجة صادمة للجميع، خصوصا المجلس العسكري. فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بنتيجة ساحقة على جبهة التحرير. وهنا غادي يتدخل المجلس العسكري وغادي يوقف الانتخابات فورا، وغيضرب الديمقراطية الجزائرية بعرض الحائط، وغينفرد بالحكم. هذا الانقلاب هو اللي غادي يدخل الجزائر في مستنقع الموت مرة أخرى. غادي تتدخل قيادات الجيش برئاسة خالد نزار، وغادي يعلن على وقف الانتخابات، وغادي ينتفض الشعب الجزائري ضد العسكر اللي ضغطوا على الشاذلي بن جديد باش يقدم استقالته. وبالتالي الجيش يدير ما بغى ويختار اللي بغى، بالرغم من أن الجيش دائما ما كان هو الحاكم الفعلي للجزائر، إلا أن هذه المرة الحزب اللي كان كيغطي عليه فشل وخسر ثقة الشعب، وقال الشعب كلمته بتصويته على جبهة الإنقاذ، وغتبقى البلاد على صفيح ساخن. وبعد تخبط غادي يتفقوا قيادات الجيش على أن الحل هو يجيبوا شي رئيس اللي يقدر ينقذهم من هذه الثورة الشعبية، وما كاينش محسن من المنفي محمد بوضياف، بكل ما تعرف عليه من وطنية وكفاح ومعارضته لسياسة الحزب اللي فشل، زيادة على أنه كان مضطهد من النظام السابق، بمعنى أن الناس غادي يثيقوا فيه أكثر. وبدات المفاوضات مع محمد بوضياف، وغادي يأكدوا ليه على أن البلاد في الحاجة ديالو، وهو المنقذ ديال البلاد من الفتنة. غادي يقبل محمد بوضياف هذا الدور على مضض، وهو عارف على أنه تم استدعاؤه للإعدام، لحقاش عارف على أن مبادئ قادة الجيش غادي تصطدم مع مبادئه عاجلا أو آجلا، الشيء اللي غيجعل حياته على مهب الريح. ولكن نداء الوطن كبر منه، غادي يودع البلد اللي عاش فيه 30 سنة، هذا البلد اللي لطالما احتضن قادة جيش التحرير ودعمهم، وآخرهم كان محمد بوضياف اللي كيتوجه برجليه لساحة الإعدام. كانت أول كلمات وجهها بوضياف للشعب قبيل أداء القسم الدستوري هي: لقد جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر، وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها، وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سر وجودي بينكم اليوم وغايتي التي تمنيتها دائما. مع وصوله وأداء القسم غادي يعرف بوضياف